السلام عليكم، مرحبا بكم في بيان تك. اليوم بغينا نناقشوا واحد الحادث امني سيبراني وقع مؤخرا، اللي هو تسريب معلومات ديال 31 الف كارطة بنكية مغربية اللي هي الان معروضة للبيع في الدارك ويب. بغينا نعرفوا كيفاش وقع هاد التسريب هذا وكيفاش نقدروا نتجنبوه في المستقبل. بالنسبة لكيفاش وقع، هناك امور عدة يقد يلتجئ لها الهاكر باش يسرق هذه المعلومات، ولكن غنذكروا ثلاثة الأمور أساسية اللي تيستعملوها الهاكر لسرقة البيانات. أول حاجة هو تيرسل لك برنامج خبيث ولا مالوير، سواء في الحاسوب ديالك ولا في الهاتف النقال ديالك. هذا البرنامج هذا تينقل المعلومات ديالك من الهاتف أو الحاسوب إلى الهاكر. تاني حاجة، الأغلبية ديال الهاكر تيستعملوا واحد القضية سميتها الفيشينغ أو التصيد. باش نبسط لك الأمور، هو الهاكر تيبغي يصيدك أي طريقة. مثلا تيمشي يشري ان نوت دومين، تيدير ceeh.com ويصيفط لك منه ميل على أساس أنه البنكة اللي مصيفطها لك مثلا، ولا يقد يدير يلتجئ بزاف ديال الحوايج باش يسرق. مثلا يقد يصيفط لك اس ام اس فيه مثلا جاك واحد الطرد من دياشير ولا من الشركه ديال النقل، وتيدير واحد لاندينغ بيج، واحد الموقع اللي هو اللي مصيبو. انت تدخل ليه، تتعمر المعلومات تماك، المعلومات البنكيه. مثلا قد يقول لك خاصك تأدي واحد 20 درهم ولا 50 درهم باش توصلك داك الطرد ديالك، باش تكمل العمليه ديال ارسال الطرد، وتتعمر المعلومات ديالك وتوصلوا للهاكر. هي من الطرق ديال الفيشينغ اللي تيستعملوها الاغلبيه ديال الهاكر باش يسرقوا المعلومات. الحاجه الثالثه اللي هي تيهاجموا بعض الشركات اللي معروفه، تيديروا الداتابيز اتاك، ولا تيهاجموا لا باز دو دوني ديال الشركات الكبار. مثلا نعطيو مثال، مثلا جلوفو، اللي تنعرفوا ان الناس كاملين تيخدموا بها، والاغلبيه ديال الناس حاطين المعلومات ديال كارت بونكير ديالهم في قواعد البيانات ديال هذه الشركه هذه. تيجي الهاكر يدير واحد الحمله ديال الهجمات على هاد الشركه هذه، على قاعده البيانات ديالها، وفاش ينجح راه تياخذ جميع البيانات اللي كاين في هذيك الشركه، السيرفر ديال ديك الشركه، اللي بطبيعه الحال تكون منهم المعلومات البنكيه ديال العملاء. فوالا، هذا بخلاصه هادو هما الطرق الاساسيه اللي تيستعملهم الهاكر باش يسرق المعلومات ديال الناس. تاني حاجه بغيت نشوف معكم هو لاكارت ديالي انا بارمي هادوك الناس اللي تسربوا المعلومات ديال الكارت ديالهم. شنو قد يوقع ليا؟ اول حاجه قد توقع ليا هي يقد داك الهاكر ولا داك الشخص اللي شرا هذوك المعلومات يقد يقوم بعمليه شراء بلا بلا خبار مولا كارت. فوالا، يقد ينتحل الهويه ديال مول هذيك الكارطه ويقوم بجرائم الكترونيه عن طريق ديال هذيك لاكارت. يقد هاد السرقه هذه تضر بالشركه، كما عطينا المثال ديال جلوفو مثلا، اللي ضربوا القواعد البيانات ديالها كمثال، ضربوا قواعد البيانات ديالها وخذوا هذوك المعلومات. يقد هاد القضيه هذه تمس السمعه ديال هاد الشركه هذه، والناس يخافوا مابقاوش يحطوا البيانات ديال الكارت بونكير عندهم. فوالا، دابا غنشوف معكم كيفاش نقدروا نحميو راسنا باش ما نوقعوش بحال هاد الحوادث هذه. اول حاجه هو الميزاجور، ضروري من الميزاجور.
تحديث ديال الهواتف ديالكم، الحواسيب ديالكم، ومن الاحسن تكون تاكتيفيو الميزاجور اوتوماتيك باش فين ما يطيح شي ميزاجور يكون عندكم. ما تنسوش حتى الاجهزه ديال ديال الفيديو سيرفيونس ديالكم، مثلا الا عندكم دي في ار دايرين فيه كاميرات حتى هو راه خاصو التحديث. يعني جميع الاجهزه اللي عندكم خاصكم التحديث ديالها. وما تنسوش بانه الاغلبيه ديال لي ميزاجور ولا ديال التحديثات ستكون فيهم واحد النسبه كبيره ديال سد الثغرات اللي تلقاو الهاكر في هذوك الاجهزه. داكور. الحاجه الاخرى هي التحقق من الرسائل ولي اس ام اس اللي توصلونا، خصني نرد لهم البال، سيرتو الا كانت حاجه جايه من عند شخص او من عند شركه ما عندنا معاهم حتى شي اتصال. وسيرتو الا كان هذاك الميل ولا هذيك الرساله فيها بياج جوانت، فيها فيشي بي دي اف، وورد، اكسل، باوربوينت الى اخره، ولا حتى لي فوتو. نحاول نتجنب ديما نفتح هاد النوع ديال الرسائل، سيرتو الا كنت ما عارفش منين، يعني شكون اللي مصيفطهم. فوالا. الحاجه الاخرى هي ديما رمز الدخول ديالنا، لي كود، لي زاكسي، نحاولوا نخليهم شويه معقدين، ما نخليهمش بساط. يعني داكشي ديال 1 2 3 4 ولا لي دات نيسونس ولا نساو هاد القضيه هادي. نحاولوا ديما نحطوا ان مود باس اللي مركب فيه لي كاركتير، حروف، ارقام، حروف كبيره صغيره الى اخره. فهمتوا؟ ونحاول نفعل ديما واحد القضيه سميتها اف 2 ا، اوثنتيفيكاسيون ا دو فاكتور. الا لاحظتوا مؤخرا فاش بغي ندخل مثلا الجيميل ديالي تيطلب مني دوزيام كوش ديال السيكوريتي. يعني واخا ندير المود باس ديالي تيقول لي اما غيوصلني واحد لو كود باغ اس ام اس خاصني نفاليدي به، ولا واحد الرقم تيوصلني في التليفون ديالي باش نفاليدي به الدخول ديالي لادريس ميل ديالي. تيتسمى الاف 2 ا. يعني فين ما يكون شي بلاتفورم ولا ابليكاسيون بونكير تتيح لكم هاد القضيه هادي، حاولوا تاكتيفيوها. يعني واخا الهاكر تيلقى الكود ديال لابليكاسيون ديالي، ولكن ما يقدرش يدخل ليه الا ما كانش الكود الثاني اللي تيتصل ليا في الاس ام اس ولا بار ميل. الحاجه الاخرى نقدروا ندوي عليها هي تجنب استعمال المواقع الغير معروفه. ما نجيش نحط البيانات ديالي في اي موقع، وسيرتو المواقع اللي تيكون فيهم HTTP. الا لاحظتوا مؤخرا كلشي ولا تيخدم HTTPS في ديك لا بار دادريس الفوق. HTTPS المعنى ديالها انه هاد لو سيت هذا تيستعمل واحد سيرتيفيكا SSL، سيرتيفيكا سيكوريزي. يعني هادوك هذوك لي ترانزاكسيون تيدوزو ما بين المستخدم وما بين السيرفر ديال هذيك البنكه ولا ديك الشركه تتكون مشفره. يعني واخا الهاكر تيقد ياخذ هذوك البيانات، يجي وسط منكم وياخذ دوك البيانات اللي ما بينك انت والسيرفر، واخا ياخذهم عندهم يدير بهم حيت يكونوا مشفرين. علاش؟ تنأكد على ديما ردوا البال في لابار الفوق. شو اول ريفلكس، اول حاجه ندير هو نشوف لابار الفوق خاصها تكون HTTPS عاد ديك الساعه www.bank.com الى اخره. فوالا. والحاجه الاخيره هو نحاول نديزاكتيفي الشراء عبر الانترنت من لابليكاسيون ديالي. الحمد لله الاغلبيه ديال الابناك ولا دير هذه القضيه هذه. نقدر نديزاكتيفي الشراء عبر الانترنت حتى نبغي نخلص شي حاجه باغ انترنت نقدر ناكتيفيها. ديك الساعه تنكون محمي. وخا يبغيو يدوزو دي بايمون من لاكارت ديالي تيكون البايمون غير مفعل ولوبيراسيون متدوش. فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى تفيدكم هاد المعلومات هادي، وديما ردوا البال